نعرفوا أن توجيه الشقق يعتبر من أهم الأمور ومن أهم العوامل اللي كتخلينا نستافدوا من استعمال الشقة ديالنا ولا العقار ديالنا. في هذا الفيديو نهضروا على 3 ديال التوجيهات اللي كتكون في مدينة طنجة. وأول توجيه واللي كيعتبر أحسن توجيه هو التوجيه ديال الجنوب أو الجنوب الشرقي. علاش هذا أحسن توجيه بمدينة طنجة؟ لأن الإضاءة كتكون مزيانة، الشمس في الصباح كتكون دافئة وخفيفة، فصل الشتاء كيكون مزيان لأن بعيد على الرطوبة. وأصلا في الشتاء طبعا أو على مدار السنة الرياح الشمالية القوية اللي كتكون على طنجة كتتفادى في هذه الحالة. التوجيه الثاني هو توجيه الشرقي. توجيه الشرق ممكن يعتبر مزيان لأنه كيعطيك واحد الإضاءة وواحد نوع ما الشمس يعني كتكون يعني ظريفة كما نقولوا بالنسبة للصباح، دافئة نوعا ما. الإضاءة كتكون قليلة، ولكن في الشتاء يعني كاين واحد الرطوبة كبيرة جدا بالنسبة لهاد الجهة. وآخر توجيه ديال الشمال أو الغرب هو من أسوأ التوجيهات في مدينة طنجة، لأن بطبيعة الحال كيكون معرض لرياح الشمالية الكبيرة، وبطبيعة الحال مع فصل الشتاء كيكون البرد يعني الرطوبة أيضا. وبطبيعة الحال بالنسبة للجهة الغربية غروب الشمس يعني كيأثر بزاف على العقار ديالك أو على الشقة ديالك، بما كيعطي واحد يعني السخونة لهاد العقار أو هاد الشقة. إلا بغيتو نديرو فيديو آخر لمدينة أخرى يمكن تحطوها في التعليق تحت هاد الفيديو.